السيد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، ما هو رأيكم فيما يحدث في سليانة؟ وإلى أي مدى تستطيعون تفنيد كل الاتهامات الموجهة نحوكم حول تأجيج الوضع في سليانة وتونس عامة؟ يعني الأحداث في سريانة مؤلمة من حيث أن أوضاع ما كانت تستدعي أن نلتجئ ويلتجأ أهالي سليانة ومختلف مكونات المجتمع المدني بسليانة وعلى رأسهم الاتحاد الجاي للشغل إلى الإضراب العام، وحتى وأن التجأنا اضطرارا إلى هذا الإضراب العام ما كان من المبرر أن يحصل هذا الاحتقان وهذا العنف معناها العام وهذا العقاب الجماعي وهذا العدد الكبير والمخيف لعدد الجرحى نتيجة الإفراط في استخدام القوة، وهذا الكل جاء نتيجة معناها انعدام الحوار وصد وغلق كل أبواب الحوار على مستوى الجهة مع الاتحاد مع الأهالي الجهة مع المجتمع المدني والسياسي. نأمل وأنه اليوم يرجعوا إلى طاولة الحوار، يرجعوا إلى الجادة، يرجعوا إلى الاستماع إلى أصحاب الشأن في الجهة، لأن الجهة تنتظر حلول، تنتظر إجراءات، تنتظر نقطة ضوء لتعيد لأبنائها الأمل. أما فيما يتعلق بالاتهامات في علاقة بأن الاتحاد كان مصدرا رئيسيا في تصعيد الأوضاع وفي توتير الأوضاع، هذه اسأل أهل سليانة يجيبونك عليها، لأن الاتحاد كان دائما في طليعة المنظمات التي تعمل من أجل إحداث التوازن، من أجل تأمين الحوار الاجتماعي، ولكن المسؤول على الوضع المؤلم في سليانة هم أولئك الذين أغلقوا الحوار على كل أبناء الجهة، هم أولئك الذين تعاملوا مع الجهة وكأنها جردة خلفية معناها أصحاب الوالي وغير الوالي. احنا ما عندناش رغبة في التصعيد، احنا نأمل وأنه بعد المعركة هذه اللي أفرزت العديد من الضحايا على مستوى الجهة، أن ترجع الناس كل الجادة وإلى الحوار الجدي، لأن حجم المعاناة وحجم التهميش وحجم البطالة وحجم الألم الجماعي في سليانة يقتضي منا جميعا أن نكون جادين في معالجة هذه الأوضاع، ومعالجة هذه الأوضاع لا يمكن أن تكون إلا عبر التوافق العام الوطني في ملامسة هذه الإشكاليات.